بعد رسامة نيافة أنبا ديسقورس هل في تواصل بين نيافتك وبين الإبرشية من قبل ما بتروح، ولا كنت نيافتك منتظر لما توصل ألمانيا بالسلامة وتبتدي تباشر الشغل والخدمة والعمل هناك سيدنا؟ أنا بطبيعتي بحب النظام، وبحس إن العملية المنظمة بتبقى ناجحة. فأنا بعد الأسبوع الأولاني من الرسامة تواصلت مع الأبروشية الأول مع الآباء الكهنة. طبعا في جزء من الآباء الكهنة جم حضر معانا الرسامة والعشية ورجعوا تاني عشان كنايسنا في ألمانيا. فأنا تواصلت معاهم وعملت برامج دلوقتي يوميا بنتقابل مع 3 أو 4 كنايس من الأبروشية. حلو جدا. أول مرة اتقابلنا مع الآباء الكهنة قلنا لهم خطتنا هتبقى إيه، وفي نفس الوقت احنا أنا عايز أسمع منكم بدون أي فواصل أو عوائق، كل واحد يقول لي هو أمنيته إيه عشان نشتغل مع بعض. وبكرر حاجة قلتها برضو وهكررها تاني. بالمناسبة قابلت الآباء الرهبان برضو اليوم التاني، وقعدنا مع الآباء الرهبان على برنامج زوم واتفقنا على سياسة أو عدد الرهبان في الدير أنبا أنطونيوس في ألمانيا قد إيه يا سيدنا؟ حاليا 15 راهب، أغلبهم طبعا مصريين، أصلهم في من القاهرة وفي من صعيد مصر، وده موجودين هناك. تواصلنا معاهم، وبعدين كل يوم بنقعد مع أب كاهن مع الشعب بتاعه، وبنبقى قلبنا مفتوح ليهم، وتليفوني متاح لي كل الناس عارفين كده، ومفيش بيني وبينهم أي فواصل. قلت لهم على فكرة أنا من حقكم تسألوا تجاوبوا، وأنا تحت أمركم، عشان أنا عندي مبدأ. هناك فرق بين نخدم مع بعض أو نخدم عند بعض. صحيح. كلمة مع تختلف عند. التلاميذ الرسل تلاميذ المسيح خدموا مع المسيح، وعشان كده الكرازة انتشرت. فلو كل أب أسقف الكهنة بتوعه مع الشعب بتوعه خدموا مع بعض، هتلاقوا النتيجة كويسة جدا.